ومعانا ومعاكم فيلم الجاسوسية والإثارة الهندي، وكعادة أي فيلم هندي لازم يكون فيه التاتش الرومانسية بتاعهم. عايزك تتحمس معايا ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيحكي تاريخ العلاقات بين الهند وباكستان، تاريخ حافل بالخناقات والعلاقات المتوترة والحروب كمان لحد سنة 71. وبيبدأ فيلمنا بطارق بطل قصتنا النهاردة، وكان بيصلي في المسجد كعادته، ولما خلص الصلاة بيروح علشان يتكلم مع أنور عشان عايز يشتغل عند عمه مؤمن في محل الخياطة. بس انور بيقول له كان العين والله يا طارق، بس عمي مش محتاج ناس تشتغل معاه دلوقتي. بس طارق بيفضل يتحايل عليه ان هو يشغله لكن برضه بيرفض. فكان سامعهم امام المسجد وبيطلب من انور انه يساعده ويقول لعمه ان هو يشغله معاه. وبيروح انور لعمه مؤمن وبياخد طارق معاه، ومؤمن بيشوفه يقول له ان خياطة ملابس الجيش غير ملابس الستات واي ملابس تاني. بس طارق بيقول لمؤمن انه وارث المهنة وشاطر جدا، وقدر يثبت لعمنا مؤمن ان هو شاطر فعلا. فالحاج مؤمن بيقول له خد ألضم الإبرة مع الخيط. فبيقول له بس كده؟ ده أنا أمي مسماني رضامة. ولضم الإبرة وتمام التمام. وأثناء ما هو قاعد مع عم مؤمن بيبص بيشوف نسرين وعجبته جدا، وده بيتسمى الحب من أول بصة. بس للأسف على قد ما كانت جميلة لكنها كانت كفيفة. ونسرين دي بتكون بنت أخت مؤمن الخياط، وأعجب بيها طارق جدا ووافق على الشغل بمقابل صغير علشان يكون جنب نسرين. يخرب بيت الحب وسنينه. وبيبدأ طارق الشغل لكنه بيتابع نسرين في كل مكان، وبيفصل لها فستان كمان، وبتحس نسرين ان هو معجب بيها، وبيحبوا بعض جدا وبيخرجوا في كل مكان، والدنيا ربيع وقفل على كل المواضيع. لكن الحلو ما بيدومش زي ما انتوا عارفين. عامر ابو نسرين عرف بعلاقتهم وبيروح لطارق عشان يهدده ويقول له مالكش دعوه ببنت تاني، وبينهي علاقتهم. فطارق بيعتذر له وبيقول له ان هو بيحب نسرين جدا وعاوز يتجوزها. فبيرفض عم عامر ابو نسرين وبيمشي طارق زعلان جدا. وكان قاعد سامع الحوار ده كله عم مؤمن الخياط، وبيتدخل وبيحاول يقنع ابو نسرين ان طارق يتجوز نسرين، وبيقول له ان طارق واد ذكي جدا ومحترم جدا وكويس جدا، وهيبقى عريس لقطه لبنتك ومش هتلاقي زيه في اي حته. فبتكون نسرين سامعاهم، فبتروح لابوها وتقول له يابا انا بقيت حمل عليك ومش هلاقي حد زي طارق يحبني. علشان بعد ضغط شديد ابو نسرين يوافق ويتجوز طارق ونسرين. وبنروح بعدين في مكتب علام رئيس المخابرات الباكستانية. بيدخل عليه المساعد بتاعه ويبلغه ان الهند عملت التجربة لأول قنبلة نووية. نزل الخبر على علام زي الصاعقة، وبيروح بسرعة يرن على رئيس الوزراء عشان يجتمع معاه. وبيروح لرئيس الوزراء بوتو عشان يحكي له اللي حصل. فبوتو بيرد عليه ويقول له احنا لازم احنا كمان يكون معنا سلاح نووي زي الهند. فواحد من الموجودين في الاجتماع قال لهم ما عندناش غير العبقري بتاعنا عبد القدير خان العالم الباكستاني الجامد جدا، هو موجود دلوقتي في هولندا وهنبعت نجيبه. فبيعجب بوتو جدا بعبد القدير وطلب ان هم يجيبوه هو وعيلته ويوفروا لهم كل سبل الراحه. وبالفعل وصل عبد القدير لباكستان مع مراته وعياله. ووصل عبد القدير لبيته هو وعيلته، وبيبدا ان هو يخطط علشان يبني المفاعل النووي الباكستاني. وفعلا باكستان تبدأ في بناء المفاعل النووي في مكان سري، وكان بيوصل لهم الخامات اللي بيصنعوا بيها المفاعل النووي من السوق السوداء في أوروبا وأفريقيا. وفي نفس الوقت اللي باكستان بتبني فيه المفاعل النووي بتاعها بيطلع بوتو رئيس الوزراء في الإعلام عشان يحتج على مشروع الهند النووي، علشان بعدين يطلع قرار بإيقاف المشروع النووي للهند. وبنروح للهند ورئيس المخابرات كاو، هو اسمه كاو كده، راح علشان يبلغ كامبور رئيس الوزراء الهندي بأن باكستان بتبني مفاعل نووي وهم ما يعرفوش مكانه فين، وما فيش حل قدامهم غير ان هم يوظفوا جواسيس هنديين في باكستان عشان يجمعوا معلومات عن المفاعل النووي ويعرفوا مكانه ويوقفوه. وبالليل في باكستان بيروح طارق لمحل الخياطة وبينتظر مكالمة، وأول ما التليفون بيرن بيرفع طارق السماعة. وهنا بنعرف إن طارق كان واحد من جواسيس الهند في مهمة في باكستان، واللي بيكلمه الضابط شارما، وده اللي بيكون مسؤول عن طارق في باكستان. وبيكلم طارق ويعرفه هيعمل إيه، وكان دايما شارما يكلمه ويفكر بابوه اللي خان الهند قبل كده. وشارما بيكلف طارق بان هو يجمع معلومات عن المفاعل النووي ويوصل لمكانه ويكلمهم على طول. وبيقول له يروح لكشك على الطريق وهناك هيلاقي شخص يديله الحاجات اللي هتساعده في المهمة. وبيروح طارق لكشك الاكل ده وبيطلب منه توابل الغوريلا، ودي كانت كلمة السر ما بينهم. فبيعرفوا الشخص ده وبيدخله وبيعرفوا بنفسه وان اسمه اسلام، وبيديله مسدس وفلوس. بس طارق بيرفض ياخد المسدس وبياخد الفلوس. وبيخرج طارق واسلام بيكلم شارما وبيقول له ان طارق مش مظبوط وشاكك فيه. فبيؤمر شارما ان اسلام يراقب طارق، ولو فشل طارق في المهمة يقتله فورا. بعدها بيروح طارق الشغل وبيلاقي مؤمن بيجهز طلبية فيها بدلة للعقيد، فبياخد طارق البدلة عشان يوصلها هو. وفي الطريق بيقطع طارق زرار من لبس العقيد، ولما بتوصل البدلة للعقيد بيتصل مؤمن علشان يهزقه ويستغل طارق الفرصة، وبيقول لمؤمن انه هيتكفل بالموضوع ده وهيروح هو يصلح البدلة. فبيوصل طارق عند العقيد
فبياخدهم الكلام، وطارق بيقول العقيد ان الهند بنت مفاعل نووي ودي حاجة تخوف جدا. بس العقيد يكلم طارق ويطمنه ويقول له ان في علماء من باكستان جوهم من بره علشان يساعدوا بلدهم وهيبنوا مفاعل نووي هم كمان. بس طارق كان عايز يعرف معلومات اكتر من دي، فبيسأل العقيد عن مكان المفاعل علشان يشوفه وافتخر بيه. فقال له العقيد ان هو مكان قريب منه. فبيخرج طارق وبيروح يبلغ الضابط شرمة بالمعلومات اللي وصل لها، لكن شرمة بيشوف انها معلومات ملهاش اي 30 لازمة وبيقفل السكة في وشه. فبيقرر طارق ان هو يجمع معلومات عن علماء باكستان في الفيزياء النووية ويجمع معلومات عنهم. وتاني يوم بيروح طارق للمكتبة علشان يبدأ يدور عن العلماء الفيزيائيين، وبيكون إسلام بيراقبه واحدة واحدة عشان يروح إسلام يبلغ الضابط شرمة إن طارق كل يوم بيروح المكتبة وشايف إن هو ممكن يوصل لحاجة يجي منه يعني. هو بيوصل طارق البيت بعد يوم متعب تماما وما قدرش يوصل فيه غير شوية معلومات صغيرين عن شوية أسامي لشوية علماء. فبيفكر مع نفسه كده وبيقول إن العلماء دول قضوا أغلب حياتهم بره، فأكيد متجوزين أجانب، واللي أكيد بيستخدموا أدوات حمام غير اللي بيستخدمها أهل باكستان. هو تفكير بعيد قوي بس منطقي شوية. وبدأ طارق يدور على أساس الفكرة دي لحد ما بيوصل لعنوان في مدينة شاهاي اللي بيكون فيها الحمامات المخصصة للأجانب. وبيروح طارق للمكان ده عشان يجمع له معلومات، لكنه بيلاقي المكان متحوط بالجيش من كل جنب. فبيروح على أساس إن هو سباك، فبيسمحوا لي بالدخول. ولما بيقرب من البيت بيلاقي ست عجوزة، فبيسألها عن جيرانها، فبتقوله ان هما مشوا من 7 شهور. فبيسألها طارق عن شكلهم، فبتقوله ان الزوج شكله باكستاني ومراته شكلها أجنبية. فبتقوله ان على طول كان في عربية بوليس هي اللي بتيجي توصله، وما كانش ليهم علاقات بحد تماما، وكان عندها بنتين شكلهم أجانب وبيلعبوا مع حفيدها جولو. وبيشوف طارق المعلومات اللي عارفها كفاية لحد كده، فبيشكر ست العجوز وبيمشي. وفي يوم تاني بيروح طارق لنفس المكان علشان يشوف جولو حفيد الست العجوز. هو بيسأله عن البنات اللي كان بيلعب معاهم، فبيقول له جولو ان اسمهم سارة وصباح، لكنه ما يعرفش اسم ابوهم ايه. فبيسأله عن اسم المدرسة اللي كانوا بيروحوها، فبيقول له اسمها سانت ماري. وبيوصل طارق للمدرسة، ولما بيدخل بيدي الفراش فلوس علشان يجيب له سجل الطلاب اللي في المدرسة. ولما بيفتح السجل اللي بيلاقي ان ابو سارة وصباح اسمه عبد القادر خان. وبعدين بيروح المشغل علشان يبلغ شرمة بالمعلومات اللي هو وصل لها، لكن شرمة بيرد عليه بيقول له ان هو عايز مصدر رئيسي مش مجرد استنتاجات. وبيتعصب طارق من طريقة معاملة شرمة ليه. ولما بيخرج بيلاقي ابو نسرين في وشه، واللي بيتهمه ان هو بيخون بنته بسبب ان هو بيخرج كتير ومش بيرجع البيت. وفي الوقت ده اسلام بيكون شايف اللي بيحصل، وكان مفكر ان طارق اتكشف وان ابو نسرين هو اللي كشفه. فبيروح اسلام يتصل بشرمة وبيبلغه باللي حصل. وهنا شرمة بيقول له اسلام ان كده طارق اتكشف ولازم يموته. فبياخد اسلام الاوامر عشان ينفذها، لكن بينفذها بطريقة مختلفة شوية. وبيجي الليل بعد ما روح طارق البيت، الباب بيخبط عليه عشان يفتح يشوف مين، عم مؤمن، وبيقول له ان عامر مات. وبيروحوا علشان يدفنوه، وهناك شاف اسلام وعرف ان هو اللي كان السبب في موت ابو نسرين. وبعد ما الجنازه خلصت طارق بيقابل اسلام وبيضربه، وقال له ان هو بيتصرف من غير ما يفكر. لكن بيظهر امام المسجد ومأذون المدينه واسمه مولف ساب، ووقف طارق وبيقول له ان اوامر شرمة كانت ان هو يقتلك انت، لكن اسلام بينقذك وبيقتل ابو نسرين. فبيبص طارق لامام المسجد يقول له هو حضرتك مين وتعرف الكلام ده منين؟ فبيرد الشيخ يقول له إن اسمه رامان سينج، وهو كمان واحد من جواسيس الهند في باكستان. وبيتعصب طارق وبيسيبهم وبيطلب منهم إن محدش يتدخل في شغله لغاية ما يخلص مهمته. لكن رامان بيقول له إن هو كمان بيراقب عبد القادر خان، ويقدروا يشتغلوا الاتنين مع بعض عشان ينجزوا المهمة بسرعة. وتاني يوم بيروح طارق لعم مؤمن صاحب الشغل، فبيلاقيه حزين. فبيسأله مالك يا عم مؤمن؟ قال له أنا خسرت طلبية كبيرة قوي، طلبية فيها 400 طقم مخصوص للجيش. ولما بيسأله طارق مين اللي خدها، بيقوله انه هو حميد المنافس بتاعه في السوق. وبعد الصلاة بيروح طارق علشان يقابل حميد، وهناك بيسأله عن الطلبية الجديدة. فبيرد عليه حميد ان هم من قماش مخصوص مش زي كل مرة، وان الجيش هو اللي هيجي ياخدها منه بنفسه. وبيروح طارق عشان يقابل اسلام ورمان، ويحاولوا يلاقوا خطة علشان يعرفوا المكان اللي هتروح فيه الطلبية بتاعت الجيش. فبيحط طارق الخطة عشان يبدأ ينفذها. فبيتنكر رمان في شكل عقيد مع اسلام، وطارق في زي عساكر في الجيش. وبيروحوا علشان يعترضوا طريق العربية اللي هتوصل البدل للجيش. وبيسألوا العساكر المسؤول عن التوصيل عن المكان اللي هيروحوه، لكنهم بيرفضوا يتكلموا. فهنا رامان بيهددهم ان هم لو ما اتكلموش هيقدمهم للمحكمة. فبيرد عليه يقولوا ان هم رايحين كهوتة. فوق معاه كده يا عزيزي، عارف ان الاسامي كتيرة فعايزك تركز معاه شوية. فبيقرروا ان هم يروحوا كهوتة عشان يكتشفوا اللي بيحصل هناك. بس طارق حبكها شوية وقال لازم اروح اشوف نسرين الاول. فبيروح لنسرين عشان يهزر معاها شوية عشان يهون عليها موت ابوها، وبتكون في الوقت ده حامل.
وبيقترح عليها ان هم يسافروا لمكان تاني عشان يبدأوا حياة جديدة بنظام جديد. فبيتوافق نسرين على اقتراحه وبيسلموا على بعض ويسيبها ويمشي. وبيروح رمان وإسلام وطارق لكهوتة، وبيروحوا بيلاقوا المكان مليان جنود وبيتفرقوا عن بعض علشان يلاقوا أي معلومة. فبيقعد طارق عند الراجل بتاع شاي وبيطلب كوباية شاي، فبياخدهم الكلام، فبيقوله إن في ريحة وحشة بتطلع من معسكر الجيش وبيشموها طول الليل، ريحة أعوذ بالله. وبعدها طارق بياخد إسلام علشان يقربوا من المعسكر أكتر. ولما بيوصلوا بيطلع طارق على جبل صغير فبيقدر يشوف منه المفاعل النووي وبيبدأ يصوره بالفعل، لكن فجأة بيتضرب عليه نار من جندي شافه، فبيقع طارق لكنه بيلحق يستخبي ويخبي الكاميرا في الجزمة. فبيروح للجندي وبيسأله عن سبب وجوده في المكان ده، فبيقول له إن هم تايهين وإنهم من قرية برال. فبيبدأ الجندي يفتشهم ومش بيلاقي حاجة مع إسلام ولا مع طارق، فيحاولوا إن هم يشتتوه وبيقولوا إن هم بيدوروا على المعزة بتاعتهم ويقولوا هناك أهي، علشان يمشي الجندي ويجتمعوا كلهم مع بعض، رمان وإسلام وطارق، وبيمشوا من كهوتة وبيبلغوا شرمة بالمعلومات اللي وصلوا لها وإن المفاعل في كهوتة. لكن شرمة بيقول لهم إن المعلومات غلط، وعلى حسب المعلومات اللي وصلت ليه من المخابرات الإسرائيلية إن المفاعل موجود في كويتة، وإن إسرائيل هتهجم على كويتة في خلال 48 ساعة. ما بيتذكرش اسمهم إلا ما يكون فيه وراه نصايب. وبياخد طارق التليفون من رمان وبيبلغ شرمة إن لو إسرائيل هجمت على كويتة باكستان هترد وتضرب مكان في الهند وهيبدأوا حرب جديدة، وإنه هيحمل شرمة المسؤولية كاملة لو حصل حاجة. فشرمة بيرد على طارق يقول إن هو عايز معلومة أكيدة أو حاجة أكيدة تثبت مكان المفاعل النووي إن هو في كهوتة مش في كويتة، علشان يقدر يبلغ القيادة ويوقف الهجوم. فطارق حس إن دي فرصته عشان يثبت لشرمة إنه مش خاين وإنه بيحب بلده جدا ويرجع كرامته وكرامة أبوه. فبيقرر إن هو يروح لكهوتة ويخش في مكان المفاعل. فبيروح طارق البيت عشان يجهز نفسه وبيعمل جوازات سفر جديدة ليه ولنسرين، وساب فلوس كتير جدا لنسرين وراح علشان يودعها. فبيلاقيها بتعيط فبيسألها مالك، فبتقوله إن الجنين مش بيتحرك في بطنها. فبياخدها ويروح بيها على المستشفى، وهناك الدكتور بيطمنهم ويقولهم إن الواد تمام وزي الفل. وبيخرج طارق من هناك وهو خارج بيسمع دكتور بيقول لواحد إنه ما ينفعش يدخل أوضة الإشعاع علشان ممكن يتعرض لأشعة قوية. فبتيجي لطارق فكرة وبيطلع على طول على المكان اللي موجود فيه إسلام ورمان ويقول لهم إن الجنود اللي شغالين في المفاعل النووي بيتعرضوا للإشعاع عالي جدا، وأكيد هيلاقوا تأثير الإشعاع في شعرهم. وبيقول لهم مفيش غير حلاق واحد في كهوتة هو ده اللي هنلاقي عنده شعر الجنود. وبيقول لهم إن هو لازم ينفذ المهمة بسرعة علشان يبعتوا الدليل الهند قبل ما إسرائيل تهجم على كيوتا وتفجرها. فبيروحوا على كهوتة، وقبل ما يدخل طارق عند الحلاق بيتفق معاهم على إشارة علشان أول لما يعملها يمثلوا إن هما بيتخانقوا مع بعض ويلهوا الناس هناك وياخد الشعر ويمشي. وبيدخل طارق عند الحلاق وبيستنى الجنود عشان تحلق، وبعدها على طول بيعمل إشارة اللي متفقين عليها ويبدأ إسلام ورمان يتخانقوا مع بعض. فبيلهوا الجنود وبياخد طارق شعر اللي فيه الإشعاع وبيحطه في الكيس وبيخرج بسرعة. وبيروح لمحطة القطر اللي بين باكستان والهند، فبيلاقي الحراسة مشددة جدا وبيكون مش عارف يعمل ايه او يدخل ازاي. فبياخد باله ان العساكر مش بيتفتش اللي لابس عمة، فبيدخل الحمام وبيضرب واحد وبياخد عمته وبياخد تذكرته. ولما بيروح للتفتيش العسكري بيكون مصمم ان هو لازم يقلع عمته، فبيعمل طارق مشكلة كبيرة وكل اللي لابسين عمم بيزعقوا معاه لغاية ما ركبوا، وبيخبي كيس الشعر في شنطة ست مسافرة على نفس القطر. لكن الجنود اللي في القطر بتعرف طارق وتجري وراه، لكن طارق بيكسر الشباك وبينط في المية. بعدها بيروح للمكان اللي كان متفق عليه مع إسلام ورمان، وبيتحرك بالعربية لمكان فيه تليفون، وبيكلم شرمة بيقوله إن العينة موجودة في شنطة واحدة في القطر لونها بني، وإن ما قدموش غير 12 ساعة علشان يحلل العينة ويبعت النتائج للقيادة علشان يوقفوا هجوم إسرائيل. وبيقفل شرمة مع التليفون عشان يتصل باللي شغالين معاه، وبيروحوا المحطة. ولما بيلاقوا الست وبياخدوا منها الشنطة ويبعتوها يتحلل بسرعة، وشرمة كانش قادر يستنى على نتيجة التحليل، لكن الهجوم الإسرائيلي كان بدأ. الطيارات فعلا كانت طلعت من إسرائيل، وفي نفس الوقت نتيجة التحليل كانت طلعت برضه، والعينات كانت مليانة إشعاع فعلا بنسبة كبيرة. وشرمة خد النتيجة وراح على بيت الوزير وبلغه إن المفاعل مش في كويتة، واتصل الوزير بإسرائيل عشان يوقفوا الهجوم فورا في آخر لحظة. وطارق وإسلام ورمان كانوا في باكستان مستنيين أي خبر من شرمة اللي بيتصل بيهم ويقول لهم إن الهجوم الحمد لله اتوقف في آخر لحظة بفضل مجهودهم ومعلوماتهم.
وقبل ما يقفل المكالمة شارما بيشكر طارق وقال له إن هو هيحكي الأولاد عن بطولته، وإنه متأسف لما كان بيقولوا عليه إن هو خاين زي أبوه، واكتشف إن البطولة الوطنية مش بالكلام. فبيفرح طارق بالكلام ده وبيحس إن هو فخور. وبعدين رئيس الوزراء ديسايب بيتصل بالجنرال وبيقول له إن هو عرف موضوع المفاعل، وبيهدده إن كده هو هيرجع الحرب بين البلدين لو ما لغناش المشروع. فرئيس الوزراء الباكستاني بيستدعي عبد القدير خان عشان يوقفوا المفاعل، لأن الهند عندها علم بكل تحركاتهم وعرفوا كل حاجة عن المفاعل النووي. فبيجتمع الجنرال مع علام رئيس المخابرات وبيتعصب عليه وبيقولوا ان هم مش شايفين شغلهم كويس، في جواسيس موجودين في كل حته في باكستان وقدروا ان هم يعرفوا موضوع المفاعل النووي بتاعنا، وان المخابرات الباكستانيه ما كانتش قادره تعمل اي حاجه ولا تعرف ان في جواسيس اصلا. فبيؤمر الجنرال علام مساعده ان هم يجمعوا جميع المكالمات اللي تمت في الفتره الاخيره بين باكستان والهند. واثناء ده كله طارق كان وصل البيت علشان يشوف نسرين ويطمن عليها ويقول لها ان هم مسافرين ورايحين دبي. وبعدها بتقدر مخابرات باكستان تحدد اماكن الاتصالات، وبيأمرهم علام ان هم يقطعوا خطوط الاتصالات كلها، وبيبداوا يصفوا كل المكالمات اللي اتعملت ما بين باكستان للهند، وكان عددهم 21. وبتتحرك المجموعه دي في كل مكان وبيتموت كل الجواسيس لحد ما بتوصل لإسلام، واول ما بيشوفهم بيعرفوا ان هم جايين عشان يموتوه، لكنه بيشتبك معاهم بسلاحه لحد ما سلاحه بيخلص، وكل همه انه يقول له طارق عشان يلحق ينقذ نفسه ويخلع. ويجي يرن عليه بيلاقي خط الارض مقطوع. في الوقت ده بيخش عليه المجموعه دي عشان يقتلوه، وطارق قبل ما يمشي بيلاقي ان كل خطوط التليفون مقطوعه، فبيسيب نسرين عند عم مؤمن وبيتحرك علشان يروح يشوف اسلام. وفي الطريق بيقابل رمان اللي قال له ان كان عندي اسلام وشافه ميت، وبيقول له ان هو لازم يهرب بسرعه. فبيرجع طارق علشان ياخد نسرين ويتحرك بسرعه للمطار، لكن المخابرات راحت عند مؤمن وبيسالوه مين اللي كان بيستخدم التليفون بتاع المشغل، فبيقول لهم ان في واحد اسمه طارق وبيوريهم صورته ليه هو ونسرين، سلمهم على طول. في الوقت ده طارق ومراته كانوا عدوا الحاجز الاول للوصول للمطار، ودخل طارق ونسرين المطار وعدوا من كل البوابات، ولكن الامن كان انتشر في كل المطار عشان يدوروا على نسرين وطارق. واثناء ما طارق ونسرين بيجروا نسرين بتوقفوا بتقول له احنا بنجري من ايه؟ قال لها هو ده وقته، هو ده وقته، في الاخر هتعرفي، اركبي انت الطياره وانا هسبقك. وهي رايحه تجري للطياره واحد من رجاله الامن تعرف عليها ولسه هيضرب عليها نار، بيقف طارق وبيأخرهم عشان تلحق نسرين تركب الطياره، وفعلا تركب نسرين الطياره وتطير بيها، لكن طارق ما يطيرش معاها، يمكن اللي هيطير هي روحه، وللاسف بيموت طارق. وبتوصل نسرين دبي عشان تلاقي صاحب طارق مستنيها وبيديها ورقه كان طارق كاتب فيها اعترافه بانه هندي واسمه امينداب سينج. وبكده فيلمنا بيخلص وبنعرف ان الموت في سبيل الوطن هو اكبر انواع الحب. اتمنى يكون الفيلم عجبكم وشكرا لحسن استماعكم. سلام.